انا عايز ابقى غني، انت عايز تبقى غني، كلنا عايزين نكون اغنياء. بس يعني ايه كلمه غني؟ define being rich. عرف لي كلمه غني. هل اي حد معاه فلوس كتير بقى غني؟ لو انا معايا فلوس كتير كده بقى انا اسمي غني؟ في وجهه نظري الشخصيه لا. عشان كده في الفيديو ده انا جاي اكلمكم في وجهه نظري الشخصيه عن رايي انا في معنى كلمه غني، امتى الواحد يكون غني. واكيد انا هنا بقصد بكلمه غني، غني من الناحيه الماديه، مش بقصد بيها ابدا غني من ناحيه القناعه او من الناحيه النفسيه او من اي جانب تاني اللي انا بقتنع بيه ان هو اهم بكتير من الجانب المادي، لكن انا بتكلم هنا على الجانب المادي فقط لا غير. في وجهه نظري الشخصيه البحته في 3 نقط لازم الواحد يحققهم عشان فعليا يكون غني. اول حاجه ان يكون معاه فلوس كتير، دي اول نقطه. وهنا هيجي حد يسالني يعني ايه فلوس كتير؟ هل في رقم معين؟ لما قعدت افكر في الموضوع مفيش رقم معين، في حاله معينه، في كيس معينه اقدر اقول لك انت كده فعليا شخص غني. ايه هي الكيس دي؟ ان انت دلوقتي على سبيل المثال عندك عربيه، تمام؟ العربيه بتاعتك لو لاسوأ ظروف بعد الشر عملت حادثه، هل هتعرف تشتري عربيه تانية عادي؟ ولا هتلاقي نفسك مش قادر تشتري عربيه تانية؟ لو قادر تشتري عربيه تانية ومرتاح وما عندكش مشكله، ساعتها انت شخص غني. اللي اقصد بيه ان انت يكون عندك بديل لكل حاجه في حياتك. بعد الشر البيت اللي انت قاعد فيه لايا كان سبب حصل زلزال والبيت اتهد، هل انت هيكون معاك مبلغ مادي تعرف تشتري لنفسك بيت تاني؟ لو حصلت حادثه هتشتري عربيه تانية؟ لو حصل ظروف واضطريت انك تنقل عيالك من المدرسه، هل هتعرف تدخلهم مدارس تانية عادي من غير اي مشاكل؟ لو انت بقى عندك عارف تخلق بديل من كل حاجه موجوده في حياتك دلوقتي ومن غير ما انت تكون مضغوط ماديا، في الحاله دي انا في وجهه نظري الشخصيه انت كده بتكسب فلوس كفايه تخليك فعليا يتقال عليك انك شخص غني. مش لازم يبقى عندك 3 4 5 عربيات و5 بيوت و10 فيلل وجزيرتين، مش لازم الكلام ده خالص خالص. انا في وجهه نظري لما يكون انا بعد الشر حصل لي اي حاجه في حياتي انا بمتلكها حاليا اعرف اشتري بديلها، في الحاله دي انا كده بقيت شخص غني. دي اول حاجه لازم تبقى معاك، اللي هي فكره يبقى معاك فلوس كتير. طيب تاني نقطه انك تكون حر نفسك. يعني ايه حر نفسك؟ يعني في ناس كتيره معاها فلوس كتير جدا كمان وعندهم بدل العربيه 2 و3 و4، بس هو الشخص ده مش ملك نفسه. يعني الشخص ده شغال موظف عند حد، لو جاله مديره في الشركه وقال له اتفضل امشي، تلاقيه عمل انا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح فين؟ وتلاقي حياته اتدربكت وتوتر وعمل كده وتلاقيه اتلخفن. وكلنا عايشين النموذج ده وكلنا عارفين النموذج ده كويس جدا لان احنا كلنا عايشينه. لو جه الشغل بكره قال لك امشي، انت هتعمل ايه؟ هتلاقي حياتك اتدربكت. الناس اللي عايشه في الخليج لو جه الشغل قال لهم مع السلامه باي باي، بيحصل فيهم ايه؟ حياتهم بتتلخبط تماما، حياتهم بتتلخبط تماما. فانا ما اقدرش اعتبر في وجهه نظري الشخصيه تاني ان الشخص ده غني، لانك انت مش ملك نفسك، انت مش بتكسب الفلوس دي من نفسك. انت بكره لو مديرك قال لك مع السلامه، لو الشغل قفل، حتى لو مالكش مع السلامه الشغل فلس، حصل اي مشكله وقال لك مع السلامه، حياتك كلها هتقف، يبقى انت مش شخص غني. دي النقطه الثانيه. فاول نقطه معاك فلوس كتير، تاني نقطه ان انت تبقى حر نفسك، حر مالك، ما تبقاش شغال عند حد، انت بتكسب من شغلك الخاص. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه والاهم لازم اللي انا بقفل بيها الموضوع ان واحد يبقى غني، انك انت ما بتكونش بتبدل وقتك عشان تاخد فلوس. يعني ايه بتبدل وقتك عشان تاخد فلوس؟ كلنا احنا بندي وقت، بنضيع وقت عشان مقابل الوقت اللي احنا بنضيعه بناخد في المقابل فلوس، صح؟ يعني لو انت عايز تاخد مرتب زياده هتشتغل اوفر تايم، صح؟ كلنا هنعمل كده، هنشتغل اوفر تايم في الشركه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها عشان ناخد فلوس زياده، عشان نزود المرتب بتاعنا. وده اللي انا اقصد بيه من النقطه الثالثه. ما ينفعش احنا عشان نجيب فلوس زياده لازم نضيع وقت عشان ناخد فلوس زياده. لازم نوصل لمرحله الحاجه اسمها الباسيف انكم، الدخل السلبي اللي انا اتكلمت عليه في فيديوهات تانية قبل كده كتير، اللي هو انا ممكن اكون قاعد مش بعمل اي حاجه، مش بشتغل، بس فلوس عماله تجيلي. فحتى لو انت معاك فلوس كتير في وجهه نظري الشخصيه، ولو حتى انت ملك نفسك وانت مش شغال عند حد وانت بتكسب من نفسك، لكن لو انت كل مره عشان بتجيب فلوس هتنزل تتعب، انا كده ما بعتبرش الشخص ده غني. ده كده الشخص مش قادر يستمتع بحياته ابدا. الشخص ده كل مره عمال يهلك في نفسه عشان يجيب فلوس كتير. فعشان الخص عليكم ال3 نقط، واكيد حابب اسمع رايكم جدا في النقطه دي، انا فكرت في الموضوع ده كتير. الشخص الغني في وجهه نظري هو اللي بيمتلك 3 حاجات: اللي بيمتلك فلوس كتير، واللي في نفس الوقت ملك نفسه مش شغال عند حد، والنقطه الثالثه لما يحب يزود دخله او عشان يجيب فلوس مش لازم كل مره يضيع وقت عشان يجيب فلوس، ممكن هو قاعد بيستمتع بحياته الفلوس بتجيله لوحدها. طبعا وفي اخر الفيديو حابب اعرف انت محقق كام نقطه من ال3 دول؟ واحد زي محقق 0 من 3، ان شاء الله يا رب حقق 3 من 3. عرفنا عن نفسك انت محقق كام نقطه من 3، وحابب اسمع وجهه نظركم. وزي كل مره وفي اخر كل فيديو خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام.